اهلا بيكم، انا وردة السيد. هعمل معاكم النهارده بيتي العيد باسهل واظبط طريقه. مفيش اسهل من كده. الوصفه دي هتشتغلوا فيها وانتم مطمنين. هيطلع معاكي مقرمش ودايب وهش وطعمه في منتهى الجمال. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. انا هنا هقسم كيلو دقيق على مرتين. اول حاجه جبت كوبايتين الا معلقه كبيره سمنه. كنت مطلعها من التلاجة بحيث تحط صبعك فيها كده تبصم معاكي، وبدات افكفكها شويه بالمضرب. بعد كده ضفت عليها كوبايه ومعلقه كبيره سكر بودره، وهضربهم مع بعض لغايه اما الخليط يبقى معانا كريمي. الخطوه دي مهمه عشان بتساعد على نجاح البيتفورة. بعد كده جبت بيضتين وحطيت عليهم رشه فانيليا وضربتهم مع بعض، وهضيفهم على خليط السمنه مع السكر، وهبدا اضيفهم بالتدريج، وهرجع اضرب تاني. مدة الضرب عندنا هنا من 3 ل5 دقايق. لازم تضربي السمنة مع البيض والسكر كويس جدا عشان تعمل معاكي شكل كريمي. بعد كده جبت نص كيلو من الدقيق، حط عليهم رشة ملح وبدأت اضيفها. هتقلبي في الاول بالمعلقة، بعد كده هتبتدي تمسكي بايدك العجينة وتلميها بطراطيف صوابعك. حاولي ما تعجنيش فيها لان العجينة بتاعت البيتفور دي نوعها حساس. بعد كده هتشكل معاكي العجينه بالشكل ده، لا بتبصم في الايد ولا بتلزق ولا اي حاجه. عجينه مقاديرها مظبوطه قوي. انا هنا هستخدم المكنه لان فيها اشكال كتيره وحلوه. هفتحها واحط فيها العجينه واختار الشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده ارجع اقفلها تاني خلاص وابدا اشتغل بيها. انا بضغط على دراع المكنه لان هو اللي بيتحكم في شكل البيتفوره نفسها، فده انسب شكل للبيتفوره. لو الشكل طلع معاكي مش عاجبك ممكن تشيليه وتعملي واحد تاني. المكنه هنا استخدامها سهل جدا واشكالها حلوه قوي. ده الشكل الاولاني اللي انا عملته، وده برضو في شكل تاني. العجينه بتنزل من المكنه مظبوطه، ما بتفرش معاكي ولا سايله. ده الشكل التاني. في شكل تالت وفي رابع انا عملته. في اشكال كتيره هتعجبك قوي اهو زي ما انت شايفه كده. هدخلها على الفرن. كنت مسخناه قبل كده على الرف الوسط على درجه حراره 180 لمده 15 دقيقه. هنيجي نعمل هنا بتفور الشوكولاته. هي نفس المقادير بس بتختلف في حاجه بسيطه قوي. جبت كوبايتين الا معلقه كبيره برضو من السمنه وبدات افككها تاني، وهضيف عليها كوبايه ومعلقه كبيره من السكر البودره، وهرجع اضربهم مع بعض لغايه اما الشكل يبقى كريمي معانا. وهضيف عليهم بيضتين بالتدريج وارجع اضرب تاني. عندنا مده الضرب هنا من 3 ل5 دقايق. ضروري لازم نضرب كتير قوي في السمنه بالذات. على فكره يا جماعه هنا البيتفور ما بيتحطش فيه بيكنج باودر. بعد كده نزلت بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهرجع اضربها تاني مع خليط السمنه والسكر. على فكره فكره انك تضربي الكاكاو مع السمنه والسكر بدل ما انت تضيفيها على الدقيق نفسه دي فكره كويسه قوي. انا هنا نزلت بنص كيلو دقيق واستبعدت منهم معلقتين قصاد معلقتين الكاكاو اللي انا ضفتهم للسمنه والسكر. وبعد كده هتقلبي بايدك زي نفس الخطوات بتاعه المره الاولانيه بتاعه بيتفور الفانيليا، هيها. وهتطلع معاكي العجينه برده مش بتبصم ومش سايله معاكي. هنيجي هنا نزين البيتفور. انا هنا جبت شوكولاته وجوز هند وفارماسيل ومكسرات مجروشه. انا حبيت هنا الزق البيتفور مع بعضه بالشوكولاته. حاولي بلاش تلزقيه بالمربى لانها بتبوش البيتفور نفسها. بعد كده هحطها في الشوكولاته، وانت بعد كده اما تطلع تحطها في فارماسيل، تحطها في جوز هند حسب ايه اللي عندك، وهتطلع معاكي بالشكل ده. وهكرر نفس الخطوه برده مع الشوكولاته. هحط برده شوكولاته وبعد كده هلزقهم اتنين على بعض وهحطها في فارماسيل او اللي قدامك، يعني دي حسب امكانياتك انت، وهتطلع معاكي بالشكل ده. شوفي البسكوته طالعه هنا لونها حلو وطالعه الرسمه ثابته عليها وبتدوب وهشه. يعني شوفي اما انا كسرتها بتدوب في ايدي على طول، وطعمها في منتهى الجمال. جربي الوصفه دي هتعجبكم جدا ومقاديرها مظبوطه.